اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الساعاتي. لو نفسك تغير بطاريه الساعه بس قلقان، لو نفسك تتعلم تصلح ساعتك او تعمل فيها تعديلات بسيطه، يبقى الفيديو ده معمول مخصوص ليك. الحلقه دي بدايه سلسله طلع الساعاتي اللي جواك، مش هتنزل ورا بعض، بس كل ما يبقى فيه موضوع ازاي تعمل حاجه في ساعتك بنفسك هتلاقيه تحت السلسله دي، وربنا يستر من السلسله دي. النهارده في الحلقه دي هنشوف ازاي نغير بطاريه الساعه، وايه العلامات اللي لو شفناها في الساعه تبقى البطاريه محتاجه تتغير. الساعه اللي نغير لها البطاريه النهارده هي الساعه الكامل التروفي الكرونوجراف. الساعه دي غاليه عليا جدا. ابويا الله يرحمه جابها لي لما نجحت في ثانويه عامه سنه 95 ودخلت هندسه. انا مهندس وعندي ايجو عادي. على فكره البراند ده كان قوي جدا في التسعينيات، وكانت ساعته غاليه مش رخيصه. كامل تروفي كانت مغامره ومسابقه اوف رود بتتعمل كل سنه من سنه 1980 لغايه سنه 2000، وكانت برعايه سجاير كامل وعربيات لاند روفر. المسابقة كانت بتستعرض أقصى حدود السواقة الصعبة، قدرة الإنسان على التحمل في الأماكن القاسية جدا حوالين العالم زي غابات الأمازون وسيبيريا والصحراء الكبرى. المشاركين كانوا بيستخدموا عربيات متعدلة من لاند روفر عشان تستحمل أقصى ظروف التشغيل، والحدث ده اشتهر باللون الأصفر المميز السانشاين وروح المغامرة العالية. مسابقة ومغامرة كامل تروفي وقفت خلاص، وده بسبب مخاوف بيئية وقيود على إعلانات السجاير. آخر حدث للكامل تروفي كانت سنة 2000، لكن فضلت لغاية النهاردة رمز للمغامرة والتحدي وروح الاستكشاف. تعالوا نبص بسرعة سوا على الكامل التروفي كرونوجراف ونغير لها البطارية. قبل أي حاجة الاسبريسو مظبوط، وادي الكامل التروفي الكرونوجراف. كيس دايمنشنز بسرعه قبل ما نخش على تغيير البطاريه. الكيس دايمتر هنا 39 مللي، اللاج تو لاج اللي هو طول الساعه 45 مللي ونص، الكيس هايت 11 مللي بوينت 6، وزي ما احنا شايفين الكريستال هنا سنجل دوم في سنه ديستورشن كده. الكريستال هنا مينرال مش سافاير، وما فيهاش انتي ريفليكشن زي ما احنا شايفين. اللاج ويتس هنا 18 مللي، وهنلاقي اللوجو هنا عند الساعه 3 والساعه 4 اديت ويندو. واللي اوت بتاع الدايل فيه 3 سب ريجستر للكرونوجراف. السب دايل الاولاني اللي تحت بيقيس 1/20 من الثانيه، وعلى فكره دي كان حاجه كويسه جدا ساعتها، لان لغايه النهارده في كرونوجرافز بتقيس 1/10 بالكتير. السب دايل اللي فوق ده بيقيس الدقايق، السب دايلز اللي على الساعة 9 بيقيس الساعات، وعقرب الثواني هو اللي بيقوم بعملية الثواني في حالة الكرونوجراف. الكيس باك سوليد كيس باك سكرو ان عشان عزل المية. الكراون هنا مش براندد او ستامد، وصغير قوي بصراحة، حوالي 3 أو 4 مللي. وفي كراون جاردز، ودول التو بوشرز بتوع الكرونوجراف، ده بيشغل الكرونوجراف ويوقفه، وده بيعمل له ريسيت زي بقية الكرونوجرافز. الكراون هنا بوش بول ما هواش سكرو داون، وده بيديها عزل المية 100 متر بس، لكن بصراحة ما قابلنيش فيه أي مشكلة خالص بخصوص المية. نخش بقى على المعدات اللي محتاجينها عشان تغيير البطارية. دي كيت كنت أنا شاريها أونلاين، بصراحة كانت عاملة حوالي $17 $20 مش فاكر، بس فيها معظم الحاجات اللي ممكن يحتاجها أي حد بيحب الساعات عشان يعمل صيانات سريعة أو يغير البطارية أو السترابس للساعة بتاعته. زي ما انتم شايفين مكونات الكيت: مفكات عشان الساعات صغيرة، وده الكيس هولدر هنعوزه النهاردة، وده موفمنت هولدر مش هنعوزه النهاردة، وده تول عشان نضيق ونصغر بيها الميتال ستراب اللي هي البريسلت، وده الكيس اوبنر هنستعمله النهارده في حاله السكرو داون، وده كيس اوبنر في حاله اللي هي البريس كيس باك مش هنستعمله النهارده. ممكن نبقى نعمل حلقه بعدين على ازاي نغير البطاريه بتاعت البريست كيس باك، لان بصراحه قفلها تاني بيعوز تول كده او بريس، هبقى اوريه لكم في الحلقه التانيه ساعتها ان شاء الله. عايز اقول لكم كده على حاجه، معلومه سريعه برضو قبل ما نخش نغير البطاريه. على فكره الساعة شغالة كويس جدا جدا كوقت، لكن مشكلتها في ايه؟ ان الكرونوجراف مش شغال. موفمنتس كتير الكرونوجراف اللي بتشتغل بالبطارية اللي هي الكورس بيبقى فيها دايرتين، دايرة بتشغل الساعة ودايرة بتشغل الكرونوجراف. ليه بيعمل كده؟ عشان لو الجهد بتاع البطارية نزل والبطارية ضعفت شوية تفضل الساعة شغالة لأن هي أهم من الكرونوجراف، لكن تيجي تشغل الكرونوجراف تلاقيه مش شغال. في الحالة دي برضو بيبقى انديكيشن ان انت محتاج تغير البطارية. في ناس ممكن تفتكر ان الموفمنت كده بايظة او الكرونوجراف بايظ، لا. قبل ما توديها لأي ساعاتي ويفتح فيها ويلعب فيها، جرب تغير البطارية الأول، أو قول له يغير لك البطارية وتجرب تشوف الكرونوجراف اشتغل ولا لا. لو اشتغل يبقى انت مش محتاج تصلح فيها حاجة، هي كانت مسألة ان الجهد بتاع البطارية ضعف، عشان كده ادي أولوية للساعة على حساب الكرونوجراف. نرجع للمعدات اللي هنستخدمها النهاردة. هنستخدم الكيس هولدر ده، والكيس هولدر ده بنحط فيه الكيس ونقفل عليها عشان يحكمها ونعرف نتعامل مع الساعة من غير ما تتهز في ايدينا او تتجرح. هنستخدم برضو النهاردة الكيس اوبنر. الكيس اوبنر ده فيه حتتين معدن هنا رفيعين بيخشوا يقابلوا في الكيس باك تجويف معين، وبنروح فاتحين الكيس او قافلينها، وعلى حسب حجم الكيس ممكن نشوف لو كنا هنضيق نقرب المسافة ما بين الحتتين دول او نوسعهم.
دول التو تولز اللي هنستخدمهم النهارده في تغيير البطاريه، وهنعوز معاهم ملقاط عشان نطلع البطاريه من مكانها ونرجعها تاني. بس كده. طب هنركب ازاي بقى الساعه في الكيس هولدر؟ هنشوف هنا في تجويف، ده معمول عشان الكراون يتحط فيه لما تقلب الساعه على ظهرها كده. لكن عشان احنا هنا عندنا في كرونوجراف، فممكن لما اجي اقفل على الموفمنت البنز دول يبوظوا، فهنشوف وضعية تانية تكون مريحة ان ايه البوشرز دول ما يحصل لهمش حاجة. انا شايف الوضعية دي مريحة اكتر، فهحط الكيس كده هنا واقفل عليها بالكيس هولدر، والكراون ليه مكان ما يتزنقش، والبوشرز ليها مكان انها ما تتكسرش، واقفل عليها كويس جدا عشان احكمها في مكانها، فلما اجي افتح الكيس ما تتهزش من ايدي وتتجرح وانا بفتحها. زي ما انتوا شايفين هنا في الكيس باك في الفتحات او التجويفات او الحفر اللي موجود في الكيس باك قصاد بعضيه دياجونال اهو، عشان يركب فيه الكيس اوبنر وتفتح مكانها. فاللي هنعمله ايه؟ ان احنا نجيب الكيس اوبنر بتاعتنا ونشوف ايه المقاس اللي احنا محتاجينه. كده انا خلاص ظبطت المقاس بتاع الدراعين دول او السنين دول ان هم يركبوا في التجويفين اللي قصاد بعض في الكيس. همسك الكيس اوبنر كويس وامسك الكيس هولدر كويس والف افتح، بس فتحت معايا بمنتهى البساطة من غير ما اجرح اي حاجة في الكيس باك. ممكن اكمل الجزء اللي فاضل ده بايدي، وبكده اكون فتحت الكيس باك من غير ما اجرح الساعة خالص. زي ما انتوا شايفين الكيس باك راكب عليه الجوان ده اللي هو بتاع عزل المية. لازم اهم حاجة اتأكد مكان الجوان ده فين. يا ترى مكان الجوان ده على الكيس باك اللي اتفك، ولا ليه تجويف هنا او حفر اركبه فيه؟ لان مكانه مهم جدا، لان لو ما حطيتوش في مكانه وقفلت عليه صح هيحصل مشكلة وممكن يحصل تسريب مية ويبوظ الموفمنت تماما. مهم نجيب بطارية رقم الموديل بتاعها زي المحفور على البطارية بالظبط عشان ما تبوظ. للأسف في بعض الساعاتية ممكن نركب بطاريات قريبة منها، جهد أقل شوية، تيار أقل شوية، فده بيأثر على كفاءة الساعة وممكن يبوظها. الحاجة التانية ننقي نوع بطارية محترمة، لأن للأسف برضو في ساعاتية بيجوا يغيروا البطاريات بيحطوا بطاريات صيني جودتها سيئة جدا، فبيحصل البطاريات دي بتملح وممكن تبوظ الدواير وتبقى محتاجة تصنفر التيرمينالز بتاعة البطارية. طيب ازاي نطلع البطارية من مكانها؟ معانا الملقط الرفيع ده، ونبص هنا هنلاقي ان في ريتينر اهو لو انتوا شايفينه ماسك البطارية في مكانها. مجرد ما انا ازق الريتينر ده كده بس من غير ما اعمل اي حاجة، تلاقي البطارية طلعت من مكانها على طول. الموضوع بمنتهى البساطة، بس محتاج دقة بسيطة وتعامل فيه حنية مع الأطراف والأجهزة بتاعت الساعة والموفمنت بتاعتها. دي بطارية سيزاكن كنت جايبها من على أمازون بحوالي 85 جنيه، يعني بالتوصيل وصلت 110. بصراحة بطاريات سيزاكن محترمة جدا لأن هي من شركة سيكو للساعات. رقم الموديل هنا SR 927 SW أو 395. موديلات البطاريات ممكن يبقى ليها كذا اسم، دور بالاسم ده او بالاسم ده هتلاقيها. طلع البطارية من مكانها عشان نستعملها، نجيب الكيس باك ونركب البطارية في مكانها نفس مكان البطارية القديمة بالظبط. ناخد بالنا واحنا بنركبها عشان الباتري هولدرز وما نكسرش حاجة ونخليها في مكانها. زي ما انتوا شايفين ركبت بمنتهى البساطة اهو. هنرجع بقى كل حاجة زي ما كانت بالظبط، نتأكد ان الجوان راكب في مكانه حوالين الكيس باك زي ما هو، ما غيرناهوش. ركب الكيس باك مكانه ويدوبك بس نشبك الكيس باك اهو مكانها، وبعد كده نجيب الكيس اوبنر وبرضه نحط مكانه الحتتين اللي قفلنا وفتحنا بيهم، ونلف كده مع عقرب الساعة تاني عشان نتأكد ان هي معزولة. كل ده واحنا ماسكين الاتنين كويس مع بعضيهم اهو. بس الكيس باك هي ركبت مكانها بدون اي مشكلة. ممكن اقرط عليها شوية تاني عشان عزل المية، بس اضغط من ناحيتين عشان ما تهربش مني وجرح الكيس باك. بس كده اهو ركبنا الكيس باك زي ما كانت. هنطلع بقى الساعة من الكيس هولدر بتاعها اهو، ونبص على الساعة بعد ما ركبنا البطارية. عايزين نتأكد بقى ان البطارية شغالة وان ايه مشكلة الكرونوجراف اتحلت. ندوس هنا، ادي الكرونوجراف اشتغل معانا اللي ما كانش شغال قبل كده. ده بيشغل الكرونوجراف، ده بيوقفه، يشغله، يوقفه، وده يعمل له ريست.
طيب نيجي نعمل ريست، هنلاقي ان الكرونوجراف مش واقف في مكانه صح. طيب ازاي نصلح الوضعيه بتاعه الكرونوجراف ونخليها عند الساعه 12 اللي هو الظبطه المظبوطه؟ هنطلع الكراون لبره لغايه الاخر، وبعد كده كل دوسه فوق على البوشر الاولاني هتلاقي بص عقرب الثواني بيتحرك ثانيه بيتحرك ثانيه. هفضل اعمل كده لغايه ما اجيبه في الوضعيه ال 12 مظبوط، وبعد كده ارجع الكراون مكانه. لما اجي اشغل الكرونوجراف هلاقي ان الموضوع ظبط. كل لفه من هنا ثانيه بيتحرك عقرب الثواني ثانيه، اوقفه وقف، احركه بيتحرك، اوقفه، وبعد كده اعمل ريست هلاقي رجعت للساعه 12 مظبوط والكرونوجراف شغال وكل حاجه اتصلحت. زي ما انتم شايفين الموضوع مش صعب، محتاج بس يبقى معاك التولز المناسبه وتبقى دقيق وانت بتتعامل مع الساعه عشان ما تبوظش حاجه. اوريكم الساعه على ريست ايدي، انا ريست ايدي 17.5 سنتي، وادي الساعه على ريست ايدي. ساعه جميله وعزيزه عليا جدا، ان هي هديه من والدي الله يرحمه. هنا كلوز اب للموفمنت الميوتا 0S60، وهنلاقي موديل البطارية مكتوب على البطارية وميد ان جابان. لو مش واثقين ان البطارية دي مظبوطة ممكن نعمل سيرش اونلاين بالموفمنت نيم ونطلع رقم البطارية المظبوط اللي المفروض يركب. هنا كلوز اب للساعة، هنشوف لون الدايل سانشاين المميز، وهنلاقي البيزل اللي هو اليوني دايركشنال 60 كليك، وهنلاقي الديت عند الساعة 4 زي ما قلنا. والديزاين بتاع الهاندز هنا بنسل والحرف بتاعها مدبب شوية، وكلها ابلايد انتسيز زي ما احنا شايفين، والفينيشنج بتاع الكيس كله هاي بولشد. وهنا هنشوف الساعة في الضوء الطبيعي في الريسترول، وبعد كده هنخش على البوكيت شوت. يا ترى ايه ميزه انك تغير البطاريه بنفسك؟ هتجيب نوع بطاريه محترم جدا انت ضامنه، هتعرف حاجات كتير اكتر عن ساعتك، تصدق او لا بس هتبني رابط بينك وبين الساعه بتاعتك. طب ايه عيوب انك تغير البطاريه بنفسك؟ انك ممكن تجرحها بالذات لو جديده، انك ممكن تكسر حاجه في الساعه وتبوظها، انك ممكن ما تقفلهاش كويس بعد ما تغير البطاريه وده هيضر بمقاومه الميه بتاعتها. تغير بطاريه الساعه بتاعتك امتى؟ تغيرها لو الساعه وقفت او لو اديتك له باتري انديكيتور، وده انك تلاقي عقرب الثواني بينط ثانيتين او 3 ثواني مره واحده على حسب نوع الساعه. لو ساعتك ابتدت تاخر كتير ده ممكن تكون علامه ان البطاريه ضعفت ومحتاجه تتغير. لو الكرونوجراف بطل يشتغل، لو غيرت البطاريه وفضلت مشكله من المشاكل دي لسه موجوده، كفايه كده الساعات اللي جواك واديها لساعتي محترف احسن. او لو حاجه كسرت منك وانت بتغير البطاريه برضو كفايه كده واديها لساعتي محترف. انا كده خلصت. قولوا لي في الكومنتات يا ترى تغيير البطاريه طلع سهل ولا صعب، وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه تاني في السلسله دي عشان تجربوه في ساعاتكم. يا ريت لو عجبكم المحتوى قولوا لاصحابكم عليه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. انا سامر جمال ودي قناه السعيد، اشوفكم الحلقه الجايه.